تخيل انك معاك معلومه واحده بس عن شخص على الانترنت، وهي اليوزر نيم. مش معاك ايميله، مش معاك رقم تليفونه، ومش معاك لينكات حساباته. كل اللي معاك هو يوزر نيم، مثلا احمد 123. دلوقتي تخيل انك تقدر تخلي الموبايل بتاعك يبحث باليوزر نيم ده على مئات المواقع زي انستجرام وتويتر وفيسبوك وتليجرام ويوتيوب وجيت هاب وغيرهم كتير، وفي ثواني الاداه تبدا تقول لك اليوزر نيم ده موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. وده بالظبط اللي هنبدا نشوفه النهارده باستخدام اداه اسمها شيرلوك على تيرموكس. والاهم انا مش هوريك النتيجه وخلاص، هنفهم مع بعض شيرلوك بتشتغل ازاي وازاي نقرا النتيجه، وكمان هنعرف حاجه مهمه وهي ازاي ما تقعش في فخ الفولس بوزيتيفز، وايه الفرق بين اليوزر نيم ماتش والايدنتيتي ماتش. والفرق ده مهم جدا لاي حد بيتعلم او اس انت او سايبر سكيورتي. فيلا نبدا. يعني ايه يوزر نيم ريكون؟ قبل ما نفتح التيرموكس ونكتب اي كوماند خلينا نفهم احنا بنعمل ايه اصلا. لما شخص يعمل حساب على الانترنت غالبا بيختار يوزر نيم معين، مثلا احمد اندرسكور تك. المشكله ان الشخص ده ممكن يستخدم نفس اليوزر نيم على اكتر من منصه، يعني ممكن يكون على انستجرام احمد اندرسكور تك، وعلى ريديت وعلى جيت هاب نفس اليوزر نيم وغيرهم طبعا، وحتى مواقع تانية. ممكن نقول ان هو بيستسهل او مش عايز يتلخبط او عايز يوصل بسهوله او عايزهم كلهم يكونوا زي بعض بالظبط. وهنا بيجي دور اليوزر نيم ريكون واليوزر نيم انومريشن. احنا بدل ما نروح على كل موقع ونكتب اليوزر نيم واحد واحد، فاحنا بنستخدم اداه بتعمل لي العمليه دي كلها بشكل اوتوماتيك، والاداه اللي هنستخدمها النهارده زي ما قلنا شيرلوك. طيب شيرلوك بقى بتعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا شيرلوك بتاخد منك اليوزر نيم وبعدين تحاول تبحث عن اليوزر نيم ده في عدد كبير جدا من المواقع والمنصات. يعني انت مثلا بدل ما تبحث على انستجرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وجيت هاب ومواقع تانية كتيره وتكرر نفس البحث عشرات او مئات المرات، فشيرلوك بتساعدك تعمل عمليه البحث دي بشكل آلي. ودي واحده من الادوات المشهوره في الاو اس انت والريكونيسنس. لكن خلي بالك من نقطه مهمه جدا، شيرلوك مش بتقول لك مين صاحب الحساب، هي بتقول لك انا لقيت اليوزر نيم ده بالشكل اللي انت بحثت عنه على الموقع ده. ودي نقطه مهمه جدا هنرجع لها كمان شويه. طيب يلا بينا بقى نبدا الجزء العملي بتاعنا. اول حاجه هنفتح التيرموكس. لو دي اول مره تستخدم التيرموكس فتقدر تشوف الحلقات اللي فاتت في السلسله، هتوضح لك الصوره بشكل اكبر، واللي كنا شرحنا فيها كل حاجه عن التيرموكس. وفي الفيديو بتاع النهارده هنشتغل برده على اوبونتو، واللي كنا ثبتناها في حلقه قبل كده تقدر برده تروح تشيك عليها. ده لو انت طبعا لسه ما ثبتش الاوبونتو عندك على تيرموكس ومتابع معانا من الاول. طيب فعلشان ندخل على اوبونتو هنكتب الامر ده بروت داش ديسترو لوجن اوبونتو، او برده ممكن تكتب بس كلمه اوبونتو هتدخلك على طول زي ما كنا شرحنا قبل كده ازاي تعمل الحركه دي او الاختصار ده، ونضغط انتر. طيب ايه اللي الامر ده عمله؟ الامر ده بيقول لتيرموكس دخلني على نسخه اوبونتو الموجوده عندي. امر سهل جدا وكنا شرحناه قبل كده. طيب يعني بدل ما نشتغل على بيئه تيرموكس هنشتغل جوه اوبونتو. وهتلاحظ طبعا ان بعد ما كتبنا الامر ده هتلاقي البرومبت اللي على الشمال عندك اتغيرت، وده اللي بيخليك طبعا تتاكد ان انت دخلت بيئه اوبونتو. طبعا اتعودنا قبل ما نثبت اي حاجه وقبل ما نعمل اي حاجه هنعمل تحديث للنظام، فهنكتب الامر ده apt update and app upgrade مسافه داش واي. خلينا نفهم الامر ده ببساطه، كنا برضو شرحناه قبل كده. apt update بيعمل تحديث لقائمه الحزم المتاحه، تمام، واpt upgrade بيعمل تحديث للحزم او الاصدارات الموجوده عندنا لاخر اصدار. طبعا داش واي اللي احنا كتبناها في الاخر دي علشان يوافق على اي اسئله تاكيد اثناء التحديث. ممكن طبعا العمليه دي تاخد شويه وقت، قلنا طبعا على حسب سرعه الانترنت عندك. بعد ما العمليه دي تخلص هننضف الشاشه كده، هنكتب clear enter، وكده نكون جاهزين للخطوه اللي بعدها. دلوقتي محتاجين نجهز حاجه اساسيه جدا وهي البايثون. ليه؟ لان الشيرلوك اصلا مبنيه باستخدام البايثون، يعني لو البايثون والبيئه المطلوبه مش جاهزين مش هنعرف نشغل شيرلوك. فتعال نكتب الامر ده apt install python 3 python 3 dash bib مسافه bib x مسافه داش واي. الامر ده بيثبت 3 ادوات. اول اداه وهي البايثون 3، ودي البايثون نفسها اللي الشيرلوك محتاجها. تاني حاجه بايثون 3 داش بيب، وده مدير الحزم الخاص ببايثون، تقدر تعتبره ببساطه اداه لتثبيت واداره حزم البايثون. وتالت حاجه البيب اكس، وده اللي هنستخدمه لتثبيت الشيرلوك بشكل منفصل ومنظم. يعني بدل ما نثبت الشيرلوك بطريقه ممكن تعمل تعارض مع حزم بايثون تانية، فالبيب اكس بيعمل لها بيئه خاصه. بعد ما التثبيت يخلص هنكتب الامر ده بيب اكس انشور باث وانتر. طيب ليه الامر ده؟ لان البرامج اللي البيب اكس بيثبتها لازم يكون مكانها معروف للنظام، والباث هو اللي بيساعد التيرمينال يعرف فين البرامج دي. بعدها هننفذ الامر ده source /.bash/rc، وده بيخلي اعدادات الباث الجديده تنطبق على التيرمينال الحاليه. وبكده نكون خلصنا تجهيز البيئه بتاعتنا. دلوقتي بقى نبدا في الجزء اللي احنا جايين علشانه وهو تثبيت الشيرلوك. هنيجي كده ونكتب bib x install sherlock
داش بروجكت. طيب انا عرفت الامر ده منين؟ هل انا بكتب اوامر كده من دماغي وخلاص؟ لا، انت ممكن تدخل على البروجكت الخاص بالاداه دي شيرلوك، هتلاقيه على جيت هاب. من جوجل كده اكتب شيرلوك جيت هاب واختار اول اختيار هيطلع لك، وادخل على جيت هاب وشوف البروجكت بتاع الاداه دي. هتلاقي كل الملفات الخاصه بيها، هتلاقي طريقه التثبيت، طريقه الحذف، كل حاجه عنها. طيب نرجع تاني وهنضغط انتر. دلوقتي بيب اكس هيبدا يحمل شيرلوك بالاعتمادات المطلوبه طبعا، وبعدها يثبت الاداه عندنا. طيب هنستنى شويه كده لحد ما العمليه دي تخلص. تمام. هل بمجرد ان التثبيت خلص كده يبقى خلاص؟ الافضل لا، دايما بعد تثبيت اي تول زي ما اتعودنا اتاكد الاول انها شغاله، وعشان نعمل كده هنكتب الامر ده شيرلوك مسافه داش داش فيرجن وانتر. لو ظهر رقم الاصدار يبقى ممتاز، ده معناه ان النظام قدر يتعرف على امر شيرلوك وان الاداه اتثبتت عندنا وجاهزه للاستخدام. قبل ما نعمل سيرش في حاجه انصحك تعملها مع اي تول جديده بتتعلمها، شوف الهيلب. طب ليه؟ لان معظم الادوات بيبقى عندها اوبشنز كتيره جدا، ولو بدات تحفظ او تستخدم اوامر من فيديوهات مختلفه بدون ما تفهم الاوامر دي اصلا بتعمل ايه، هتلاقي نفسك بتحفظ اوامر وخلاص بدون فهم. لكن احنا عايزين نفهم، فهنكتب كلير عشان نفضي الشاشه. تمام. وبعدين شيرلوك مسافه داش داش هيلب وانتر. دلوقتي شيرلوك هتعرض مجموعه من الخيارات المتاحه زي ما انت شايف كده. ممكن تشوف حاجات كتيره ومصطلحات مش واضحه بالنسبه لك، فما تقلقش بالحكايه دي، لانك طبعا مش مطلوب منك تحفظ كل الاوبشنز دي. احنا هنبدا بابسط استخدام وهو شيرلوك زائد اليوزر نيم بس، وده كل اللي احنا محتاجينه علشان نعمل اول سيرش. دلوقتي بقى وصلنا للجزء الممتع، فتعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا هنعمل كلير عشان نفضي الشاشه دي. نحب كل شويه لما نبدا نشتغل والشاشه تكون فاضيه كده على نظافه، بيكون الموضوع ابسط بكتير واحلى بكتير. وبعدين هنستخدم اليوزر نيم التجريبي اللي هو مثلا احمد 1 2 3، فهنيجي كده ونكتب شيرلوك مسافه احمد 1 2 3. خلينا نفهم الامر ده قبل ما نسيبه يشتغل. احنا بنقول لشيرلوك ابحثي عن اليوزر نيم ده اللي هو احمد 1 2 3 في المواقع اللي بتدعمي البحث فيها، وبس كده. مش محتاجين حتى نكتب اسم اي موقع زي انستجرام وفيسبوك وتويتر والناس دي كلها، مش محتاجين نكتبهم كل واحد لوحده، ده لان شيرلوك هتبدا تعمل البحث بنفسها. ونضغط انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي شيرلوك بدات عمليه البحث، هتبدا طبعا تمر على مواقع مختلفه زي ما احنا شايفين كده، وتحاول تتحقق من وجود اليوزر نيم ده فيها. النتائج زي ما انت شايف هتبدا تظهر واحده واحده، وهنا لازم تفهم معنى العلامات دي. لو لقيت علامه زي مثلا بلس، ده معناه ان شيرلوك لقيت نتيجه تعتبرها مطابقه او موجوده على الموقع. اما النتيجه اللي عليها علامه سالب لو لقيتها، فمعناها ان البحث ما طلعش بالنتيجه المطلوبه على الموقع ده. وممكن مع عدد المواقع الكبير زي ما احنا شايفين كده تلاقي النتائج بتتجمع قدامك بسرعه. وفي تجربتنا دي هنبص هنلاقي شيرلوك وصلت لعدد مثلا 144 نتيجه. وهنا وقف لحظه، ما تستعجلش وتقول انا لقيت 144 حساب للشخص ده، لان مش ده اللي النتيجه بتقوله، ودي اهم نقطه في الفيديو كله. خلينا نفترض ان الشيرلوك حطت لي علامه بلس جنب اليوتيوب، واحنا بحثنا عن احمد 1 2 3 ودخلنا على النتيجه لقينا فعلا في حساب اسمه احمد 1 2 3. ايه اللي نقدر نقوله؟ نقدر نقول ان في حساب على يوتيوب بيستخدم يوزر نيم اسمه احمد 1 2 3. لكن هل نقدر نقول ان الحساب ده اكيد للشخص اللي احنا بندور عليه؟ لا، لان اي شخص ممكن يستخدم نفس اليوزر نيم. يعني الشيرلوك قدرت تساعدنا نلاقي مكان محتمل لليوزر نيم، لكن هي ما اثبتتش لنا هويه صاحب الحساب، وده فرق اساسي جدا. خلينا نبسطها. عندنا حاجه اسمها يوزر نيم ماتش، يعني نفس اليوزر نيم ظهر على موقع معين. مثلا اليوزر نيم اللي اسمه احمد 1 2 3 موجود على مواقع زي وليكن يوتيوب وجيت هاب وريدت وتليجرام، ده اسمه يوزر نيم ماتش. لكن في حاجه تانية اسمها ايدنتيتي ماتش، وده معناه ان عندك ادله اضافيه تخليك تربط الحساب بنفس الشخص. يعني مثلا لو الحسابات اللي في المواقع دي عندها معلومات عامه متناسقه مع بعض شبه بعض، فساعتها ممكن مستوى الثقه عندك يزيد ان الحسابات دي تبع نفس الشخص. لكن مجرد تطابق اليوزر نيم لوحده مش كفايه. خلي الجمله دي كده في دماغك، اليوزر نيم ماتش لا يساوي الايدنتيتي ماتش، لانها من اهم الحاجات اللي لازم تفهمها وانت بتستخدم ادوات الاو اس انت. دلوقتي في مصطلح تاني مهم وهو الفولس بوزيتيف. المصطلح شكله كبير لكن فكرته بسيطه. يعني الاداه تطلع لك نتيجه ممكن تكون صحيحه، لكن لما تراجعها بنفسك تكتشف ان مش ده اللي انا كنت بدور عليه، او ان ده مش دليل كافي. مثلا شيرلوك حطيت لك علامه بلس جنب اليوتيوب، انت بقى هتدخل على الاكونت ده وتلاقي احمد 1 2 3 الحساب موجود فعلا، لكن ممكن يكون صاحب الحساب شخص مختلف تماما. اذا المشكله مش بالضروره ان الحساب مش موجود، الحساب ممكن يكون موجود فعلا. المشكله ان احنا ربطناه بالشخص الغلط من غير دليل كافي، وعشان كده لازم تعمل فيريفيكيشن. بعد ما شيرلوك بتخلص البحث دورك انت بيبدا. الاداه وفرت عليك الجزء الممل من البحث، لكن لازم تراجع النتائج. لو لقيت اليوزر نيم على جيت هاب مثلا افتح الحساب، اتاكد ان اليوزر نيم مطابق، راجع المعلومات العامه الموجوده وبص على النتائج الثانيه. هل في معلومات متناسقه بين الحسابات ولا كل الموجود عندك مجرد يوزر نيم متكرر وخلاص؟ كل ما تجمع ادله اضافيه ومتناسقه تقدر تعمل تقييم افضل للنتيجه. لكن مهم جدا ما تعتبرش مجرد تطابق اليوزر نيم هو اثبات للهويه، لان الاداه بتساعدك في البحث، لكن الحكم على النتيجه
محتاج مراجعه وتحليل. ودلوقتي انت عرفت ازاي تبدا من يوزر نيم واحد وتخلي اداه زي شيرلوك تبحث عنه على عدد كبير جدا من المواقع. لكن السؤال اللي ممكن يكون جه في بالك دلوقتي، طيب لو لقيت الحسابات دي اقدر اعرف منين انها لنفس الشخص؟ وهنا الموضوع بيبدا يبقى اعمق شويه، لان اليوزر نيم لوحده ممكن يوصلك لنتائج كتيره، لكن ربط النتائج ببعض وتحليل المعلومات هو اللي بيخلي عمليه الاو اس انت اقوى. وده اللي هنبدا فيه في الفيديو الجاي. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.